لحظة لحظة، شفتوا اللي صار؟ هدف واحد بس في الدقيقة 16 فقط، والكونغو الديمقراطية قلبوا الطاولة على بنين في كأس أفريقيا. الأجواء في المغرب ولعت. اليوم الثلاثاء منتخب الكونغو الديمقراطية دخل الملعب وهو متعطش للفوز. منتخب بنين كان ند قوي وواقف لهم، لكن ثيو بونغوندا كان له كلام ثاني وحسمها. 16 دقيقة بس، هدف نظيف، كورة واحدة خلصت السالفة كلها. والله إذا تبون تعرفون معنى التوقيت هو كل شيء، شوفوا هالمباراة. تخيلوا وياي، بنين حاولوا بكل قوتهم يرجعون للمباراة، ضغطوا وهاجموا، لكن دفاع الكونغو كان مثل الجدار. خلص الشوط الأول، جاء الشوط الثاني، وبنين ولا شيء، 0 أهداف. الكونغو طلعوا ب3 نقاط من ذهب في أول مباراة لهم بالبطولة، وبنين طلعوا ب0 نقاط. والأقوى من هذا تدرون شنو؟ هذه أول مرة الفريقين يتقابلون في كأس أفريقيا أصلاً. قبلها لعبوا ضد بعض بس في تصفيات كأس العالم 2022، ووقتها بعد فازت الكونغو 2-0. يعني التاريخ قاعد يعيد نفسه بالحرف. الحين الكونغو الديمقراطية متصدرين المجموعة الرابعة، والمشوار توه بدأ. والسؤال الأهم، مين راح يوقفهم؟ السنغال ولا بوتسوانا؟ اشتركوا في القناة الحين عشان ما يفوتكم شيء من أخبار بكرة، لأن القصة بعدها ما خلصت.